السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أه بسلم عليكم كلكم. عارف كل الزملكاويه زعلانين جدا جدا وانا اولهم طبعا النهارده على عدم التأهل وعلى عدم القدرة على الفوز على اهلي طرابلس، واداء صعب جدا في الملعب، لياقة بدنية منهارة، طرد في نهاية الشوط الأول وضربة جزاء، وفي النهاية فشل. يمكن لم يتأهل نادي مصري إلا النادي الأهلي. عايز أقول لكم بس إن الأسباب بتؤدي للنتائج. مفيش أي حاجة تيجي عشوائية، عشان بصراحة جدا حرام فريق زي أهلي طرابلس تعب وعرق، تنظيم، مدرب مميز، بيلعب خارج أرضه، بيلعب في تونس، بيكسب كابس يونايتد رايح جاي، بيتعادل مع اتحاد العاصمة في الثواني الأخيرة في تونس بره أرضه، كان ممكن يكسب الزمالك جدا على أرضه. في النهاية الزمالك بيتعادل بالعافية مع اتحاد العاصمة، بيتغلب من كابس يونايتد بالثلاثة، بيخش فيه النهارده جونين. كل حاجة بتقول حرام الزمالك يتأهل على حساب فريق تعب وشقي في البطولة عشان يوصل للمكانة دي لأول مرة في حياته. نادي الزمالك من سيء لأسوأ، ونادي الزمالك بيجني ثمار حاجات كتيرة جدا، بدايتها اتحاد الكورة بينظم بطولة، وبالتالي البطولة دي غير منتظمة، بتؤدي الى انهيار بدني للعيبه في نهايه موسم. احنا شفنا شيء كارثي، يعني شفنا الزمالك في وقت ما كان كهربا موجود والنجم الساحلي وبتاع، بيجيبوا 3 مموتين وبيضغطوا وبتاع. النهارده مفيش حلول للعيبه، مش قادرين، ما بيتحركوش بدون كوره، عندهم ضغوط عصبيه مش طبيعيه، بيلعبوا تحت وجود جماهير، رئيس نادي مستنيهم بره، اوجاستو عارف ونازل، عارف ان يعني هو ما كسبتش السلام عليكم بره مع الف سلامه. وتصريحات كتيرة وكلام كتير. كل حاجة يا جماعة، اما انسان بيرتب البيت وبيبتدي من البداية بيعمل تصور لموسم كامل هيمشي ازاي، في النهاية بيجني الثمار وبيجني النجاح. لكن اما يبتدي الموضوع عشوائي مرتبط بفقط شخص واحد هو من يستطيع أن يتحكم من يبقى ومن سيرحل، تصريحات إعلامية طول الوقت. التصريحات الإعلامية دي طبعا بتؤثر على اللاعبين، بتؤثر على الجهاز الفني والمدير الفني. لازم نقول ان زي ما مجلس إدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بيقول ان هو احد اسباب وصول البطولات لنادي الزمالك مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات، لازم نقول برضو إن لأن مجلس إدارة سلبي لا يفعل أي شيء، ورئيسه فقط هو من يفعل كل شيء. يعني رئيسه يقول خلاص، مع إن الآخرين دول تم انتخابهم يعني. لكن على رئيس النادي أن يتحمل أيضا يا جماعة الإخفاقات اللي موجودة. موسم كارثي بالنسبة للزمالك على مستوى الدوري، ثالث مستوى، بيطلع من دور ال16 بنظامها الجديد بعد ما مش دور ال8. يعني عايز اقول لكم بصراحه، يعني كمان لعيبه بتلعب وهي متباعه. يعني مصطفى فتحي بيلعب وستانلي، انا ما حسيتش ولا بمصطفى ولا بستانلي، والاثنين عارفين ان هم بعد ربع ساعه هيمشوا. وانا قلت الكلام دوت، قلت ما ينفعش الاعب لعيب وهو خلاص، يعني خلاص حياته متأقلم، اخاف اتعور، اخاف انا اكل عيشي رزقي اسرتي بتاع، يعني في النهايه عايز يعمل حاجه، لكن في نفس الوقت ذهنه مشغول، ذهنه بيفكر ستانلي نازل ولا ما فيش نفس، ما فيش اي حاجه. يعني لا، كل اللعيبه بعيد عن احمد فتحي، احمد توفيق سوري، واحد بيجي على بعد 50 متر بيسبقوه يعني. ودي نفس الكوره اللي جت في سان داونز. احمد الشناوي عايز يسافر ويروح يحترف في السعوديه، علي جبر نفس القصه، منهارين بدنيا. قلت مره واثنين وثلاثه وانا قلت لكم الكلام ده ومحدش صدقني. محمود حمدي الونش لعيب متهور، يعني كهربته زياده شويه، مش راسي، بيعمل فاولات غريبه وعجيبه، وده خطأ كبير جدا. طبعا الزمالك افتقد جدا طارق حامد في نص الملعب رغم ان هو بعيد عن مستواه، لكن في النهايه كل اللعيبه بعيد عن مستواه. طبعا شيكابالا من أسوأ مبارياته النهارده، لم يكن مؤثر. حتى الكرة الفاول اللي بتيجي ناحيه الشمال هو حطها كويس، بس الفاول اللي ناحيه الشمال دي عايزه واحد يمين،
يعني في الشوط الاولاني حتى اكتر من كوره حتى في الرفعه لم يكن موفق، والنهارده كان بعيد تماما وكان من المفترض ان هو يتغير من بدري. يعني نادي الزمالك معروف يوسف حاول وكان ممكن جدا يرجع الامل مره اخرى. خروج برضو يعني الله يكون في عون الشناوي، في النهايه برضو اللعيبه كلها منهاره بدنيا، الشناوي بيخرج يعني كان ممكن يقف في جونه افضل، لكن في النهايه كرة برضو كده كده انفراد. مش عارف اقول ايه بصراحه. طبعا الهزيمه دي بتؤدي الى مشاكل، يعني الهزيمه دي قد تؤدي الى مشاكل. المشاكل دي هي ايه؟ المشاكل ان خروج من بطوله افريقيا، مركز ثالث، مشاكل مع اتحاد الكوره، بالتالي مباراه تتعاد مباراه ما تتعادش. يعني ايهاب جلال جاي، ايهاب جلال مش جاي. طبعا بعد المباراه اكد لكم، يمكن من غير ما اشوف كده ولا حاجه، يمكن رئيس النادي ما يرضاش يطلع في التلفزيون، ولو صرح هيقول هارد لك للعيبه، وانا رحت سلمت على لعيبه اهل طرابلس وطلعت يوسف ولعيبه رجاله وربنا يوفقهم، وبشكر اوجاستو وناسيو وجهازه الفني وثانك يو فيري ماتش، ويمشي ونجيب مدرب تاني. وبالتالي كثره التغييرات بتؤدي الى اسباب انهيار للفريق. يعني النهارده كلنا جمهور فرقه متقدمه 1-0، يعني ينتهي الشوط الاولاني 1-0، مش عارف. حتى اما الزمالك جاب جون، باسم مرسي جاب جون، تحس ان الزمالك مش قادر يعني. وانا كنت خايف من الشوط الثاني، لان انا عارف ان الشوط الثاني دايما في كل الفرق المصريه بيبقى فيه هناك نوع من الانهيار البدني، لان اللعيبه مش قادره تقف على رجليها، لعيبه مش قادره بدنيا. اي لعيب مستواه الفني عالي بيبقى لو مش قادر بدنيا، زائد كمان الضغوط النفسيه اللي موجوده من مجلس اداره، من جمهور بيتفرج، من جهاز فني موجود، من اللعيبه. فبالتالي كل ده بيعمل ضغط نفسي على اللعيبه، وبالتالي اللعيب بيبقى اوت اوف فورم او بره الفورمه تماما، بدنيا وذهنيا وخوفا وكل حاجه. يعني انا جربت الاجواء دي 100 مره على المستوى الافريقي يعني. النهارده سموحه بيخرج، الزمالك بيخرج، ولازم نعرف الزمالك عمل ايه عشان يعني الزمالك الحظ لعب معاه ان هو رغم الهزائم المتكرره لو كسب النهارده يصعد، لكن برضه رفض انه يكسب. الزمالك بيخسر من اتحاد العاصمه، الزمالك بيخسر من كابس يونايتد. يعني كل حاجه يا جماعه بجد لا معقوله. يعني كل حاجه، انت عارف لو كنت كسبت كابس يونايتد هناك 3-1، يعني فرق هدفين، 3-1، كنت الماتش ده لو تعادلت 2-2 انت تصعد بفارق الاهداف. لا انا اسف، لا ما كنتش تصعد. لو تعادلت قصدي 0-0، لو كنت كسبت هناك 3-1 تعادلت 0-0 كنت انت تصعد بفارق الاهداف، لان هيكون المواجهات المباشره زي بعض، لان هم تعادلوا هناك 0-0. طبعا في اشياء كتيره جدا ادت الى خروج نادي الزمالك، استهتار في الفرص الكتيره بتيجي لنادي الزمالك بيضيعها، عدم ثقه في النفس، ضغوط عصبيه، ضغوط اعلاميه، ضغوط من رئيس النادي. طيب عايزين نقول يعني للمستشار مرتضى منصور، كيف ترى مستقبل نادي الزمالك، ومن يتحمل كل هذه الإخفاقات المتتالية هذا الموسم السيء بالنسبة لنادي الزمالك؟ مش عارف، في بعض المواقع الأهلاوية قالوا ده خالد غندور قال إن الزمالك مش فريق كبير والزمالك مش بتاع بطولات والأهلي أفضل منه. طبعا كل واحد بيحاول يقول اللي هو عايزه. أنا قلت إن الزمالك فريق كبير وفريق بطولات، لكن الزمالك هذا الموسم قلت كده، هذا الموسم لا يستطيع، ليس لديه القدرة على الحصول على البطولة. يعني ما تزعلوش مني اما اقول لكم ان في فرق افضل بكتير من الاهلي والزمالك في البطولة الافريقية، سواء على المستوى البدني او مستوى الذهني او مستوى التكتيك. النادي الاهلي بخبراته وصل كمركز تاني، لكن هيقابل فريق قوي زي الترجي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، لكن طبعا هي مباراه في الملعب، مباراه قويه جدا. النادي الاهلي تقريبا بيقابل اقوى فريق في القاره حاليا، بجانب العائد مره اخرى من سنتين كان بعيد تماما عن مستوى الترجي، لكن يبقى الاهلي كبير ويبقى الاهلي قادر على تخطي المشوار والوصول لدور الاربعه باذن الله. انا مش عايز جمهور النادي الزمالك يزعل، لان جمهور الزمالك جمهور ذواق،
بيحب الكوره، عارف ان الفريق ده لا يلعب كوره، حتى على مستوى الروح مش متواجد، حتى على المستوى الاداري في لخبطه كبيره جدا، لخبطه كبيره جدا. على فكره اقسم بالله العلي العظيم، وانا بقولها لكم منتهى الصراحه، انا هناك طبعا سنوات من العلاقه القويه مع مستشار مرتضى منصور، هناك خلاف ما بيني وما بينه، ولكن خلاف على طريقه الكلام، طريقه المعامله، اعتراضه على عدم دخول اي فرد يكون ضده او يكون ضد رايه. لكن عمر خالد الغندور اللي هو كابتن نادي الزمالك ما يكون ضد الزمالك ويحلل اداء الزمالك نكاية في مرتضى او عشان مرتضى يعني انا متخانق معاه. طبعا نادي الزمالك كلنا كنا بنشجعه، كلنا كنا بنكسب. انا اقسم بالله كنت بدعي من ربنا اخر كوره بتاعت مصطفى فتحي، يا رب فرح جمهور نادي الزمالك، يا رب الكوره تيجي جول. لكن في النهايه قدر الله ما شاء فعل. هي مرحله صعبه جدا بيمر بيها نادي الزمالك، ليست بكثره اللاعبين نجيب بطولات، ليس بكثره التغييرات في الجهاز الفني وفي اللعيبه. ما ينفعش فريق زي 2015 اللي خد دوري وكاس امشي منه 8 9 واجيب لعيبه ثانيه، وامشي 8 و9 واجيب لعيبه ثانيه، والسنه دي امشي 8 9 واجيب لعيبه ثانيه. مفيش فريق في العالم كده، فريق في احلال وتجديد. فرقه قوامها موجود، بمشي 2 3 لعيبه، برجع 2 3 لعيبه، بجيب 2 3 لعيبه كده. حتى اللعيبه اللي بتيجي نادي الزمالك اقل في المستوى من اللي بيرحل، حتى اللعيبه اللي بيتم اعارتها بيبقاش فيه ايه يعني الاداره ايه، اصل دول كانوا عندنا، يعني احنا عايزين نعمل بروباجندا، عايزين نجيب لعيب واو، يعني هو ده اللي انا ايه خطفته من الاهلي. لا، هي مش كده. انت بتجيب لعيب طول الموسم، هل اللاعب ده لديه القدره الذهنيه والعصبيه وان يتحمل الضغوط ويتحمل جماهيريه نادي الزمالك ويتحمل ان كل مباراه ينزل يكسب؟ هل متربي في النادي؟ هل له انتماء؟ هل بيعشق نفسه؟ هل الماده هي اهم شيء في حياته؟ هل كل ده بيؤدي في النهايه الى اخفاق. الكل يتحمل ما حدث الا واحد بس لا يتحمله، وهو جمهور نادي الزمالك العظيم. جمهور كتر اكتر من 20,000 متفرج. انا من وجهه نظري اول 10 12 دقيقه دي كانت حلاوه روح، والضغطه بتاعت الجمهور والتشجيع والاحساس بوجود الجمهور. الزمالك بيضيع كوره، الزمالك بيجيب جون، اقسم بالله انا قلت كده المباراه هتبقى سهله، كده المباراه هتبقى سهله. لكن الزمالك صعبها على نفسه ورجع بعد ما جاب جون خاف جدا وتراجع جدا. واوجاستو اوناسيو صراحه يعني هو مظلوم وظالم، وإدارة يعني طبعا لا تتعامل مع المدربين بصورة تجعلهم بدون ضغوط وتجعلهم يصنعوا الفارق وتجعلهم محترمين من قبل اللاعبين. اللاعب كل شويه يقول لك مدرب ماشي، المدرب ماشي، المدرب ماشي، المدرب ماشي، خلاص هيحترم ليه المدرب اللي قدامه؟ انا ما بعد بكره هيمشي، يعني فاهم قصدي؟ لكن لما اللعيب يكون عارف المدرب هيقعد من اول يوم لاخر يوم، يحترم المواعيد التدريب، يحترم التعليمات، يحترم كل حاجه. لكن للاسف اكثر من 15 20 مدرب بالاجهزه فنيه بتتغير ولا وجود لاستقرار. حتى كمان فكره ان الزمالك ما يروحش ماتش المقصه وما يلعبش، بغض النظر اتحاد الكوره غلطان، بغض النظر بغض برضو ده كان على دماغ نادي الزمالك. لان نادي الزمالك لو المباراه دي اتلعبت والزمالك كان كسب كان بقى زمانه في مركز تاني دلوقتي، رغم كل ماتش المقصه الاولاني وضربه الجزاء اللي حصلت دي. لكن انا بقول لابد من ترتيب البيت. الزمالك قد لا يحصل على كاس مصر بالمستوى ده، برضه قد لا يحصل على كاس مصر. والزمالك بصراحه عشان يكون ما حدش يزعل، يعني الزمالك النهارده مصطفى فتحي تك جاب جول والزمالك صعد، خلاص مشي منك بتاع 6 7 لعيبه متأيدين في افريقيا، يمشي منك ابراهيم صلاح، ويمشي منك احمد جعفر، ويمشي منك اسمه ده ممكن حسني فتحي، يمشي منك ستانلي، يمشي منك مصطفى فتحي، يمشي منك. طب هتروح تعمل ايه؟ تفتكر انت بالمستوى ده تعمل حاجه؟ تفتكر بالمستوى ده تعمل حاجه؟ وربنا يستر على منتخب مصر امام اوغندا. على فكره الملعب اللي هيلعب عليه منتخب مصر يوم 31/8 على ما اعتقد هيكون امام المنتخب الاوغندي امام 45,000 متفرج. دي الساعه الرئيسيه
في كامبالا العاصمة الأوغندية للجمهور العاشق لكرة القدم. وبالتالي ربنا يستر على المستوى البدني للاعيبة مصر. النهاردة عندك 3 فرق خرجوا. احنا كنا مشاركين بالمصري، مشاركين بسموحة، مشاركين بالأهلي، مشاركين بالزمالك. 3 واحد طلع من 32 المصري. فريق النهارده سموحه بيرجع له الامل تاني، وفريق الهلال الأوبايد بيمشي برضه، وبرضه بيطلع اخر مجموعته. النهارده الزمالك تقريبا اخر المجموعه، يعني هو فريق طبعا هو فريق كابس يونايتد 6 نقط، بغض النظر بقى الزمالك افضل في المواجهات المباشره، لكن في النهايه 6 نقط زي الاخير. في النهايه انا بقول لجمهور نادي الزمالك ما تزعلوش، سيبقى في نادي الزمالك من يعني عايز اقول ايه، هيفضل في نادي الزمالك اللي يعرف قيمه نادي الزمالك. ونادي الزمالك مش هيقف على لاعب، ولا لابد ان الاداره تتحمل مسؤوليتها كامله عن هذا الاخفاق. يعني وقت الفرح ووقت الاخفاق، والاخفاق كبير جدا هذا الموسم في كل حاجه، على مستوى الالعاب الجماعيه، العاب الصالات، على مستوى فريق كره القدم. لابد ان تتحمل الاداره مسؤوليتها، وان يعني لازم يكون كره القدم بعيده تماما عن مجلس الاداره. مجلس الاداره ده ملوش علاقه غير انه يوفر الفلوس ويوفر الطمأنينة، ويجيب مدير فني على اعلى مستوى ويسيبه يقود القصه والحكايه والروايه. ولا ما ينفعش ولا رئيس نادي، ولا اولاد رئيس النادي، ولا اعضاء مجلس اداره ليس لهم علاقه بالقدم هم اللي يجيبوا اللعيبه ويختاروا اللعيبه. ما ينفعش. لازم يكون في لجنه كوره، لازم يكون في مدير فني يجي بكره ويختار اللعيبه بنفسه اللي جايه، هو اللي يختارها. دي والف بكره قدم. ولابد ان الجهاز الفني ما يجي الجهاز الفني اللي يجي واحد مدير فني يختار اللي هو الجهاز الفني المتعاون معاه. واخيرا نبعد، وانا بقول اهو منتهى الصراحه، ما حدش يزعل مني بقى، نبعد عن بعض الاشخاص الذين لا يقولون الا نعم حاضر عينيا امر كل حاجه، ويبقوا دائما موجودين في الجهاز الفني. ما ينفعش. وبقول اخيرا اللي ما يصلحش ايضا ان انا بمشي نظام وبقعد اقول الصح فين والغلط فين، والاقي عضو مجلس اداره دائما مع احترامي ليه وكل تقديري ليه وكل حاجه، دائما هو المتواجد في كل سفريات نادي الزمالك. ليه؟ هنا السؤال ليه؟ تفاؤل، تشاؤم. طب لو تفاؤل وتشاؤم، ده احنا كان زماننا اتشائمنا بقى كتير. ده الزمالك مغلوب بقى له 3-4 مرات. فاتمنى ان يكون في نظام وسيستم يمشي بيه نادي الزمالك، وخطه يمشي بيها نادي الزمالك، بعيدا عن العواطف، بعيدا عن الانفعالات، بعيدا عن ردود الافعال السريعه، بعيدا عن القرارات اللي فيها انفعاليه وبنرجع فيها. اتمنى يا رب من كل قلبي الفتره اللي جايه التوفيق لنادي الزمالك، بيتي وناديه اللي انا اتربيت فيه. واتمنى التوفيق لمجلس الاداره والجهاز الفني جديد، ولاعبين يقدرون قيمه نادي الزمالك ويقدرون قيمه جمهور نادي الزمالك. اشكركم. ان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله هكون ضيف في قناه الحدث اليوم مع الاستاذ احمد الشريف والاستاذ عزت عبد القادر. اتفرجوا عليها، هنتكلم في حاجات كتيره جدا. لكن انا بطلع معاكم من خلال موقع اهل مصر اللي انا المستشار الرياضي فيه، اللي بشكر فيه كل القائمين على هذا الموقع المحترم، ودايما بتواجد معاكم من خلاله في كل الاحداث الرياضيه المهمه. بشكركم والى اللقاء.